انا طلبت الاوردر ده في الامارات ووصلني بعد ما نزلت مصر بشهور. يا ترى ايه اللي حصل؟ وهل تيمو نصب عليا في الميعاد؟ وازاي قدرت استلمه في مصر بدون جمارك او شركات شحن؟ والاهم، هل الحاجه اللي جوه تستاهل كل اللفه دي؟ يلا بينا نشوف. بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والشير والسبسكرايب والحاجات الحلوه دي عشان نبتدي على رواق. الحكايه بدات لما كنت موجود في الامارات، تحديدا في دبي. كان قدامي بتاع كام يوم كده وكنت راجع مصر، فقلت اجرب تيمو هناك بقى عشان خلاص ايه بقى، مش هيبقى فيه جمارك، توصيل سريع وحاجه ايه اخر دلع. وساعتها ما كانش لسه فتح هنا في مصر، فلو كنت رجعت ما كنتش عارف اطلب. فقلت بقى اجيب لي شويه حاجات شخصيه كده ما اصرفش قوي يعني، عشان اجرب واعرف اذا كانت الحاجات هتجي كواليتي كويس ولا اي كلام. فقلت بقى اعمل لي ايه كده اوردر كده حاجتين 3 4 5 عشان خاطر ايه اجرب اذا كان الموضوع مجدي ولا اي كلام. وطبعا دي كانت اول مره اجرب تيمو اطلاقا، دي اول مره في عمري في حياتي. ولقيتهم كاتبين لي ان هم هياخدوا من 5 ل7 ايام ولا حاجه بسيطه كده يعني ايه. فصباح الفل هنبقى ايه، هنروق قبل ما نسافر وهنبقى ايه جايبين اوردر وهنمشي بيه، حاجات حلوه يعني. فخلاص لما عرفت ان الحاجه هتوصل خلال 7 ايام قلبي ارتاح، وقلت خلاص هيبقى قبل ميعاد سفري. فتوكلت على الله ودفعت الفلوس وطلبت، وبدات رحله الانتظار. يوم ورا يوم بقى وانا بتابع ان هو تم الشحن، ان هو وصل هنا وان هو وصل هنا، وان خلاص انا ابتديت اتوتر عشان خاطر ميعاد سفري قرب. وهوب، ميعاد سفري جه والحاجه لسه ما وصلتش. وبيني وبينكم بقى انا كنت في موقف لا احسد عليه تماما، اسيب الاوردر ولا اكلم خدمه العملاء ولا اعمل استرجاع، ما بقتش عارف اعمل ايه. قلت خلاص ربنا يعوض على الفلوس والحاجه ومش مشكله. لكن المفاجاه ان الاوردر وصل على عنواني في الامارات بعد ما ركبت الطياره بيوم واحد. طبعا عمي الحبيب مشكور استلم لي الاوردر، وعدى وقت كتير لحد ما عمي مشكورا نزل مصر وجاب لي معاه الاوردر. فبعد الانتظار ده كله والحوارات اللي عدى بيها الاوردر ده، تعالوا نشوف هل هو يستاهل ولا ما يستاهل. وعشان تبقوا عارفين الفترة اللي خدها الاوردر ده عشان يوصل هنا، الاوردر ده انا طلبته تحديدا يوم 28 نوفمبر 2024. يعني مثلا داخل في سكة سنة ونص او سنتين الا حاجة زي كده يعني. وطبعا الابليكيشن اتأخر عليها في التوصيل، فهحط لكم سكرينة مكتوب فيها الاعتذار اللي هم كاتبينه وال20 درهم اللي حطوها في حسابي لما اتأخروا عليا كتعويض، كنوع من الاعتذار يعني. طيب كفايه كده كلام عن القصه واللي فيها، وتعالوا نشوف الحاجات اللي انا جبتها. انا هبقى صريح معاكم جدا، انا شفت الحاجات من بره لكن ما فتحتهاش بالتفصيل الممل، بس قلت اشوف الحاجات جايه كلها ولا في حاجه ضاعت طريق ولا حاجه، لان دي حاجه وارده جدا لان هي عدت على اكتر من طياره واكتر من سفر، حاجات كتيره يعني. فتعالوا نبدا نشوف الحاجات مع بعض. طلع كده حاجه حاجه. آه طيب مش عايزكم تستغربوا، انا كنت بجرب، فاي حاجه موجوده هنا كانت على سبيل التجربه مش على سبيل الرغبه، اوكي؟ فاعذروني يعني. ده اكرمكم الله فرش للحذاء، عشان خاطر انا بيبقى عندي مشكله كبيره في المشي، بحتاج حاجه مريحه، واغلب الحاجات اللي بلاقيها هنا مش بتريحني. فقلت ليه ما نجربش الموضوع ده ونشوف الخامه بتاعته. انا هو قطعت الكيس عشان ما كانش مفتوح، دي اول مره افتحه معاكم والله. اوكي. يعني عادي جدا، مش حاسس ان هو حاجة واو يعني. اعتقد ان الحاجة دي مش هتبان غير في الارتداء يعني، ولكن احنا مش جينا عشان الحاجة دي. بس انا شايف ان هي حاجة عادية، مش شايف ان فيها حاجة مميزة، لان انا بجرب الحاجات دي كتير، فما اعتقدش ان هي هتفرق يعني. طيب تعال نشوف الحاجة اللي بعدها. دي حاجة مميزة شوية ومفيدة قوي. انا طلبتها عشان خاطر ممكن يكون ليها استخدامات في كذا مكان. فتعالوا ما نرغيش كتير ونشوف دي ايه. دي عبارة عن واي فاي اكستندر، وهي حاجة بتتحط في اي حتة في البيت، فحاجة بتزود نطاق الشبكة بتاعت الواي فاي عندك. لو انت مثلا بيتك كبير او في حتة مش بيوصل فيها النت او الواي فاي، فده بيساعدك كتير قوي. وبصراحة خامته مش بطالة ابدا، مش باين عليه رخيص على قد ما هو رخيص، ولكن هو فعلا كويس يعني. طيب الاكستندر ده كان سعره ساعتها 29 درهم. ممكن نحسب ده بالمصري دلوقتي، هنضربه في 15 يطلع لنا رقم البتاع ده. في نفس الوقت تعالوا نشوف هو موجود هنا بكام في مصر عشان نبقى عارفين في فرق فعلا ولا لا. احنا ما ينفعش نقارن الحاجات دي، بس بتبقى حاجات رغبة جوانا كده فلازم نعملها. طيب انا دورت شوية ولقيت ان في
حاجة شبه ده نوعا ما، سعرها تقريبا 650 جنيه، وفي حاجات تانية ب700. فأعتقد إن الموضوع موجود من هنا، مش محتاج إن أنت تشتريه من تيمو. الموضوع أبسط لأن هو بيخدم نفس الغرض بدون ما يديك فرق في السعر، فمش هتحتاج تطلبه من بره، موجود هنا اوريدي، وممكن تشتريه بسعر أعتقد أرخص. يعني هو ده يعتبر ب 450 جنيه، لو أنت حسبت 30 درهم في 15 بالزيادة، يعني يعتبر ده ستيل أرخص، ولكن انت مش هتحتاج ان انت تطلبه من هناك الا لو انت طالب حاجات كتيرة. فتعال نشوف الحاجة اللي بعدها. دي عبارة عن مكنة حلاقة، بس هي طبعا بهدلت جدا في السفر، لكن ده شيء طبيعي. هي ممكن حتى لو جات لك مباشرة من غير أي سفر تتبهدل كده، سواء في الجمارك أو في الطريق. دي مكنة حلاقة سعرها 3.5 درهم، يعني أقل من 60 جنيه. أوكي، تعال نشوف. طيب دي أوه ماي جاد، إيه ده؟ طيب دي مكنة الحلاقة، حاجة عادية جدا وما فيهاش حاجة مميزة. ده اللي جه معاها المانوال، ملوش لازمة، وشوية أكياس والدرجات بتاعتها. بس اللي عايز أقوله لكم إن الكواليتي بتاعتها مش موجودة، ولكن أنت بتتكلم في 3 درهم ونص، يعني دي حاجة أقل من 60 جنيه. فأنت لو جيت تشتري شوية شفرات اللي هي بتاعت جيلات أو الحاجات اللي أنت تستخدمها مانوال العادية اللي مش بتكون بالكهرباء، لو جيت تشتريها هتكون أغلى من كده، فاهمني؟ فإحنا هنا بنتكلم في حاجة، يا ساتر يا رب. أوكي، هي شكلها مخيف جدا وهي بتتهز كده، وتحس إن أنت في حاجة هتنفجر، ولكنها سريعة جدا. أنا مش عارف أجرب في إيه، ولكن هي، سامعين الصوت؟ قوية جدا هي، يعني هو بجد موتورها قوي جدا، بس الخامات بتاعتها مش موجودة. يعني بلاستيك حرفيا، ده بلاستيك 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 سيء جدا. يعني كأنه مثلا جمعوا شوية أكياس باسكت كده وسيحوها وعملوا بيها الموضوع ده. لكن الموتور بتاعها بس، وكمان الزرار بتاعها من تحت، وهي بتشحن مايكرو يو اس بي. لا يعني كومبينيشن غريب، ولكن بسعر 60 جنيه أو أقل من 60 جنيه، 3.5 درهم، لا انت كسبان جدا. حتى لو هتشتريها تحلق بيها 4 مرات أو 5 مرات، فأخدت حاجة مقابل السعر بتاعك، فاهمني؟ طيب تعال نشوف الحاجة اللي بعدها. الحقيقة دي كانت أكتر حاجة أنا كنت متحمس ليها، لأن أنا لقيتها واستغربت أنا ممكن أعمل بيها إيه، ولكن كان عندي فضول جدا هل هي هتبقى كويسة ولا لأ. دي يا سيدي كاميرا صغنونة جدا بحجم الكافة، حاجة ممكن تستخدمها كأنها داش كام، زي اللي تتحط على العربية من قدام كده، عشان لو لا قدر الله في حادثة أو حاجة تصور وتعرف مين اللي غلطان، أو تجيب لك حقك لو أنت في حد بيقول إن أنت اللي غلطان، فتعرفك مين. أو ماي جاد، دي صغيرة أوي، دي صغيرة جدا، دي صغيرة جدا. دي الكاميرا يا جماعة قد عقلة الصباع حرفيا. شوفوا ازاي حجمها، كاميرا صغيرة جدا جدا جدا. انا معرفش دي ممكن تصور اصلا او لا. وتقريبا ده الجراب بتاعها. اوكي، هي بتصور بانك بتحط مايكرو فرد تقريبا. خلينا بس على الكتالوج. طيب احنا ممكن نشغلها كده بس نشوف هتفتح اصلا ولا هي بايظة ولا ايه. هم كاتبين ان هو لو نورت ازرق تقريبا او حاجة زي كده بيبقى فيه، مش عارف، هي تقريبا محتاجة تتشحن، مش عارف هي بايظة ولا لا، ولكن هي معاها وصلة شاحن، فانا هسيبها تشحن واشوف اذا كانت هتشتغل ولا لا. طيب وبصراحة كده باقي الحاجات مش حاجات مهمة أوي، يعني مثلا شوية تفاهات كده قلت أضيع فلوسي عليهم، زي مثلا المروحة اللي هي بالحجارة للأسف. كده مش بتشال، مروحة بالحجارة بتشتغل كده. مش عارف، تقريبا ساعتها الجو كان حر هناك أوي في الإمارات والرطوبة كانت عالية، فقلت أطري على نفسي شوية. ف وكمان البتاعة دي اللي كانت، خليني أقول لكم أسعارها. طبعا كل الحاجات دي تعتبر رفايع، فكنت بجيبها بتراب الفلوس. يعني مثلا البتاعة دي كانت ب2 درهم ونص، والمروحة التانية كانت ب6 درهم، مش عارف ليه جبتها. بس تمام. بس كده يا حبايبي، دي قصة الأوردر اللي لف نص كوكب الأرض عشان خاطر يوصلني في مصر. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، والأهم من كده الكومنتات بتاعتكم اللي برد عليها كومنت وبقى في قمة سعادتي وأنا بتكلم معاكم. ويا ريت كمان تكتبوا لي انتوا حابين الفيديو الجاي يكون عن ايه، او ايه التجارب اللي احنا حابين نعملها في القناة هنا، عشان خاطر نعملها كلنا مع بعض ونفيد ونستفيد من بعض.
فلحد هنا اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.